أهلا بكم أعزائي ومتابعي المشاهدين. عاجل ليفربول يستعد لرحيل دياز ويحدد أنتوني جوردون كبديل محتمل. يبدو أن النجم الكولومبي لويس دياز يقترب من إسدال الستار على رحلته مع ليفربول وسط تقارير تؤكد قرب رحيله عن ملعب إنفيلد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا لموسم 2025-2026. ورغم ارتباط دياز بعقد مع ليفربول يمتد حتى صيف 2027، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 28 عام أبدى رغبته في خوض تحدي جديد في وقت يتلقى فيه اهتماما واسعا من أندية أوروبية كبرى، أبرزها برشلونة الأسباني وبايرن ميونخ الألماني، بالإضافة إلى أحد الأندية البارزة في الدوري السعودي. ووفقا لما أوردته صحيفة موندو ديبورتيفيو الأسبانية، فإن إدارة ليفربول بدأت بالفعل الاستعداد لاحتمالية رحيل دياز، ووضعت جناح نيوكاسل يونايتد أنتوني جوردون كخيار أول لتعويضه هذا الصيف. وأضافت الصحيفة أن ليفربول يترقب وصول عرض مالي مغري من أحد المهتمين بدياز، خاصة من برشلونة الذي يراه خيارا مثاليا لتدعيم الجهة اليسرى الهجومية، في حين يسعى بايرن ميونخ للظفر بخدماته ضمن خطته لتجديد دماء الفريق. وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة أنتوني جوردون تقدر بنحو 65 مليون يورو، وهو مبلغ ترى إدارة ليفربول أنه مناسب بالنظر إلى قدراته وسنه، لا سيما أنه قدم موسما لافتا مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي. وشارك أنتوني جوردون في 34 مباراة مع نيوكاسل في البريمير ليج، وسجل خلال 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، مما جعله من أبرز اللاعبين الصاعدين في مركز الجناح الهجومي. واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى احتمال عدم مرافقة دياز لفريق ليفربول في جولته الآسيوية، والتي تنطلق في 26 يوليو بمباراة ودية أمام ميلان في هونغ كونغ، في خطوة قد تفسر كمؤشر على قرب مغادرته. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.